رب يكون الفيديو عجبكم واستنونا في فيديوهات. اهلا بيكم في فيديو جديد في واحد من اكبر واشهر سوق الجبن في العالم في مدينة القمار الهولندية. اتحركنا بالمدينة اللي احنا قاعدين فيها لمدينة القمار الهولندية اللي بتبعد حوالي ساعة و40 دقيقة بالعربية، واللي برضو بتبعد عن امستردام حوالي نص ساعة. سوق القمار اقدم واشهر سوق جبنة في العالم اللي بيرجع تاريخه للقرن ال14، يعني بقاله اكتر من 650 سنة. والسوق بيكون موجود فيه أكتر من 400 نوع جبنة مختلفة الطعم واللون، وبيتم افتتاح السوق من شهر إبريل لشهر سبتمبر الساعة 10 في كل يوم جمعة من كل أسبوع. فالمفروض السوق هيبدأ الساعة 10، فيلا بينا عشان نلحقه. وبكده رسميا اقدم واشهر سوق للجبن في العالم فتح. اول حاجه الجبن بتيجي عن طريق المراكب اللي في القنوات المائيه، بعد كده بيتم تحميلها كلها في مكان السوق. وفي 4 انواع من الناس. اول حاجه اللي لابسين ازرق دول بيحملوا الجبنه من على الارض بيحطوها في العربيات. تاني واحد اللي بيبقى لابس ابيض ده بعد ما الجبنه بتتحمل بيقوم شايل الجبنه موديها للميزان، وبعد ما تتوزن بيقوم مرجعها تاني على العربيات. تالت ناس الخبراء اللي هم بيبقوا فاهمين في الجبنة على مدار عصور، اللي هم بيدوقوا الجبنة ويشوفوا لونها وطعمها وبناء عليها بيحددوا السعر للكيلو. رابع أشخاص اللي هم بيبقوا لابسين بيج بيحملوا الجبنة في العربيات اللي بعدها بتروح للتاجر. بعد كده العربيات بعد كده العربيات بتيجي هنا وبيتم تحميلها في العربيات النقل الكبيرة. دول كده هم بيحصوا الجبنة. اول حاجة بيقطعوها، حاليا بيذوقوا الطعم اهو، والمفروض بعدها يحددوا السعر كام. طعمها عامل زي جبنة انا عمري ما اكلتها في حياتي بصراحة. وبعد كده بيضربوا ايد في ايد ما بين التاجر والبايع، وكل ضربة بتكون بسعر معين لحد ما يوصلوا لاتفاق، وبعد كده بيسلموا على بعض. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. She had not been 2 weeks from shore when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore to take that whale in tow. كان ده اللي بيوزنوا فيه الجبنة، وفي نفس الوقت انت ممكن تيجي توزن نفسك. Tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Da 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 da. وما ينفعش تيجي السوق من غير ما تدوق البين كيك الهولندية.
ولما نوع معين من الجبنه بيخلص من السوق بيقوموا باعتين جايبين تاني زي ما انتم شايفين كده في المركب. والحاجات الخشب دي كلها لما يجي لك ضيف بتقوم مقدم عليها الجبنه. وجنب السوق على طول في متحف معمول مخصوص للجبنه. ده كله عباره عن مكن لتصنيع الجبنه. دي كل المنتجات الهولنديه. حاطين تلفزيون وبيعرضوا عليه كل اعلانات الجبنه على مدار السنين اللي فاتت. متحف جميل ومش كبير، ما فيهوش حاجات كتير تتشاف، بس كان لذيذ. حتى كان في شاشه جوه، شاشه عرض جوه بيشرح لك تاريخ الجبنه هنا في هولندا. وبيقولوا ان 10 لتر من اللبن بيعملوا كيلو واحد من الجبنه. بما اننا هنا في مدينه الكمار في محل بطاطس مشهور، طبعا هولندا فيها احلى بطاطس. نروح نشتري بطاطس واكمل لكم باقي الجوله هنا في المدينه. We also have Gouda cheese, which is pretty soft. Do you like Gouda? Do you like it? That is lekker, yeah. You have more stronger? We have these old pieces. It's like Parmesan cheese. كمان واحدة والنبي يا ري. كفاية بقى. ده كمان واحد. Think this one. Those? Yeah. Yeah. انا بالنسبه لي ان يبقى في جبنه لونها اخضر ده في حد ذاتها اغرب شيء انا شفته من اول ما جيت هنا السوق. من قدام محلات اللي تشيز. يومكم لذيذ، رب يكون الفيديو عجبكم واستنونا في فيديوهات. اي تاني بقى، من قدام محلات اللي تشيز. يومكم لذيذ، يا رب يكون الفيديو عجبكم واستنونا في فيديوهات جديده. يومكم لذيذ، سلام.อันนี้